تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مساء الفل يا صباح الفل، على حسب ما بتشاهد الفيديو. بقالي كتير قوي ما طلعتش اتكلمت معاكم ولا كمان طلعت على القناه. وحشتوني وحشني الكلام معاكم وحشني كمان كل اللي كنت بقدمه لكم. وبشكر في الاول خالص كل حد اتصل وسال عليا وكل حد بعت لي رساله طمن عليا فيها. انا بشكركم كلكم كتير، وبشكر الناس الجديده اللي جت لي القناه بتاعتي، وبشكر كل الناس. ربنا يوفقكم جميعا ويصلح حالكم جميعا. طبعا انا غبت بقالي فتره متغيبه لظروف ما. الحمد لله الامور عدت على خير، والحمد لله ان انا رجعت تاني اشتغل، وان شاء الله باذن الرحمن اواظب على شغلي واكون تحت حسن ظنكم واطلع كل جديد وافيدكم باذن الرحمن. اللهم امين. يعني ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. وطلع لكم النهارده فيديو حلو جدا وبسيط جدا ومش مكلف جدا خالص ابدا. في نفس الوقت كلنا بنحبه، صغيرين وكبار بنحبه في البيت. يا رب اللي انا بقدمه النهارده يعجبكم، ونصلي على سيدنا النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بشكركم جميعا ووحشتوني كلكم جميعا، واتمنى ان القناه تعجبكم، واتمنى كل اللي بيضيف للقناه جديد يعني يشوف في القناه بتاعتي حاجه تفيده، ويشوف في القناه كمان حاجه تفرحه وتسعده. واتمنى ان انا اكون دايما بقدم كل حاجه محترمه وكل حاجه جديده وكل حاجه مفيده. وادعوا لي وربنا يكرمنا جميعا يا رب ويكرمكم. وتعالوا مع بعض بقى، مش هطول عليكم المقدمه، ونشوف هنبدا مع بعض النهارده بايه. النهارده عايزه اعمل معاكم صينيه. الصينيات اللي بنشتريه من الافران دلوقتي غاليه جدا بالكيلو صغير، بنحب كده في التسالي. معايا النهارده كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق، مش اكتر من كيلو. تمام. هنحط على الكيلو من الدقيق معلقه من الخميره مش كبيره قوي، معلقه من السكر، نص معلقه ملح. تمام. معايا سمسم على حسب الرغبه اللي انتوا حابينها. انا هنا معايا وليكن نقول كوبايه من السمسم ده هنحمصه، عايز تحطي متحمص عايز تحطي ابيض زي ما تحبي. ومعايا كمان نص كوبايه زيت هوريها لكم دلوقتي. مش نص. تمام. وادي هو المفروض نص كوبايه زيت، بس الزيت كان مني شويه، انا عايزه نص كوبايه زيت، يعني انا هوفر هنا كمان 3 معالق زيت كمان من دول. السمسم على حسب الرغبه، عايزاه متحمص او عايزاه ابيض زي ما هو زي ما انت حابه. انا هنا بعد ما نضفته ونقيته كويس ابدا بقى احمصه كده على النار وهو شغال معايا. ابدا بقى اجهز العجينه بتاعتي. العجينه مش مكلفه وسهله وبسيطه، وباذن الرحمن النتيجه مبهره وتحفه جدا جدا. دوسوا لايك الفيديو قبل اي كلام، ونصلي برده على سيدنا النبي قبل اي حاجه، وقبل كمان اللايك. يا رب الفيديو يعجبكم ويا رب محتواكم من النبي. نحط بقى مع بعض الخميره مع الملح مع السكر، نقلب بقى مع بعض. ما فيهوش بقى لبن، ما فيهوش الكلام ده كله. هنقلب كده مع بعض، وهننزل بميه عاديه جدا خالص اهيت، يعني ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه. كل الفكره في نص كوبايه الزيت على الكيلو الدقيق، نص كوبايه زيت على الكيلو الدقيق. تمام. طبعا انا مش هنسى برده السمسم ورايا، بس انا حطاه على العين الهاديه علشان ما يتلسعش مني. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ايه وحشني الكلام معاكم والتصوير، وقد ايه وحشني كل حاجه، بس الحمد لله ان الامور عدت على كل خير وتجاوزت المرحله اللي كنت فيها. اللهم امين. الحمد لله، الحمد لله على كل حال يا رب. وربنا يفك دايما يا رب كربنا ويفك بيئتنا، ويجعل بيوتنا مليانه بالخير والبركه والستر. قولوا امين. اللهم امين. طبعا احنا لازم نشيل الدقيق كده بالميه. عجينه بسيطه جدا يا جماعه، والله مش متخيلين قد ايه جميله ومش مكلفه. وبره الكيلو فيه غالي، يعني مش رخيص يعني الصينيه. والاطفال بيحبوه. اعملي بقى بالشكل اللي يريحك انت، يعني فاهمه، شكليه بالطريقه اللي تريحك. تعمليه صغير بقى، طول شويه، مدور، بالطريقه اللي تريحك تشكليه. يعني انا عملته في الفتره اللي كنت غايبه فيها لاولادي، كنت اعملهم مجموعه اشكال كده حلوه جدا، ومش عايزه اقول لكم كانت عامله ازاي، بصراحه مبهره جدا. اهم حاجه العجينه ما تكونش طريه، يعني انا عايزاها جامده. عجينه الصينيه تكون جامده يا جماعه. تمام. برضو هنا ما تنسوش السمسم. في ناس بيحطوا ابيض، لكن انا بحبه بصراحه متحمص. يعني خلاص عملنا الدقيق في الميه، خلاص ما عادش اي هنا دقيق خالص موجود اهو معايا. وما تنسوش العجينه تكون جامده ما تكونش طريه. هننزل بقى بالزيت كده تدريجيا، مش مره واحده. عامه يعني ما تحاوليش تنزلي بالزيت في اي معجنات مره واحده، يعني انزلي بجزء وبعدين ابدأي عجيني وبعدين انزلي تاني، فاهمه؟ عشان ايه؟ الدقيق يشرب معاكي كميه الزيت كلها اللي انت عايزاها. طبعا السميد هنا بياخد زيت اكتر من العيش الفينو، يعني العيش الفينو بياخد اقل من الزيت ده.
تمام. هنضيف بس تدريجيا بالراحه كده، نحط كمان مره، وبعدين نكمل عجن مع تحمير السمسم. خليكم معايا. خلاص انا هنا حمرت السمسم، برضو هتحمريه بالدرجه اللي انت حباها، عايزاها اغمق من كده، عايزاها افتح من كده، براحتك طبعا. وفي ناس ما بيحمروش كمان السمسم كمان، بس انا ما ينفعش ما احمروش كده. هنضيف الكميه اللي باقيه، ومش هنستعمل دول لان انا عايزه نص كوبايه زيت فقط، فهي طبعا جت معايا اكتر من نص كوبايه. تمام. نبدا بقى نعجن بقى السميد، نعجنه كويس جدا، نعجن العجينه ونلتها قوي. انا عايزاها جامده مش عايزاها طريه، يعني حسي كده بمعاناه وانت بتعجني بقى. طلعي بقى ايه طاقتك كلها، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، في العجنه دي. تمام. تفضلي بقى تعجني لحد ما الزيت ده يختفي تماما. تعالي كده معايا، الزيت ده يختفي تماما. تمام. صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دعوه حلوه من قلوبكم لكل واحد محتاج دعوه حلوه بالستر والرضا والرحمه والمغفره من عند الله. يا رب اكتبها لنا ليا ولكم ولكل المسلمين، امين يا رب العالمين. اتفضلي بقى تعجني كده كتير. طبعا انا مش هتفضلوا معايا لحد ما اخلص عشان الفيديو ما يطولش عليكم، الفيديو لسه طويل معايا جدا. كده خلاص معايا العجينه ما شاء الله، شايفين؟ عايزه اصورها لكم. ما شاء الله العجينه جميله جدا جدا، ما هيش جامده قوي مش طريه قوي، بس المهم ان انا مش عايزاها طريه. تمام. عشان نعرف نشكلها كويس. نسيبها بقى تختمر، والسمسم كمان معايا هنا اتحمص اهو. تمام. الامور هنا معايا زي الفل ما شاء الله. هنشوف هنعمل ايه بالسمسم ده كله. طبعا معايا الحلقه للنهايه، يا رب الفيديو يعجبكم. خلاص العجينه معايا ما شاء الله ارتاحت، هي مش المفروض ترتاح اكتر من كده، يعني ما تريحوهاش اكتر من كده، يعني مش عايزاها تختمر من اول مرحله. تمام. معايا السمسم متحمص او غير متحمص على حسب رغبتك، بس الافضل يكون متحمص، بيديكي ريحه احلى يعني بكتير. بتسقسيه بشويه ميه. انا بصراحه كان باقي عندي بق اللبن ده، اسقسوها بالبق اللبن ده علشان يثبت معايا في السميكه لما اجي ابرمها فيه. فبس اقلبه بس كده، حاجات خفيفه جدا، رشاشه خفيفه جدا من الميه او اللبن. بس انا حبيت ان انا احط شويه لبن بصراحه، علشان انا لما اجي ابرم السميكه على السمسم تبقى شايله معايا وحلو. تمام. زي ما انتم شايفينه كده اهو. ونقطع بقى مع بعض ونشوف هنبدا ازاي. خلاص انا مش عايزه اكتر من النقطه اللي انا حطيتها ديت، حاجه كده بسيطه جدا جدا جدا. صلوا على سيدنا النبي ودوسوا لايك للفيديو لو تكرمتم، لو سمحتم. يا رب الفيديو يعجبكم، كمان الحلقه تعجبكم، والمحتوى كمان يعجبكم. خلاص احنا كده معانا ظبطنا السمسم اهو. نشوفه بقى كده على جنب. وادي معايا الصينيه ممسوحه زي الفل اهي. شيل بقى جزء كده صغير من العجينه مش كبير، علشان وانت بتبرمي تعرفي تبرمي. تمام. نبرم بقى مع بعض كده، بس نحط نقطه زيت. بصي يا فارس كده، بس نقطه زيت على الصينيه دي نسيتها فعلا، وبعدين ارجع ابرم عليها.
كده انتهى معايا اول فيديو بعد غياب طويل. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وكمان الوصف والمقادير تعجبكم. عايزه اوريكم حاجه للعلم مش للاكتر. الرفيعه اللي عملتها لكم اهي، واللي كانت تخينه معايا اهي، دي طريه. شوفوا ما بتديكيش الطريه، مش ناشفه قوي زي ما انا بقول لكم. والرفيعه قوي دي سامعين الصوت؟ رفيعه بتديكي قرمشه حلوه جدا جدا جدا. ولو انت مثلا حابه السمك ده يبقى تمام، ولكن السمك معروف انه دايما بيبقى مقرمش كده وناشف، فبيكون لازم يكون رفيع بالشكل ده. الكميه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ادي الصغيره، السمكه الصغيره، وادي كده الطويله معايا. بألف هنا وشفا على قلبهم. كمان كنت عامله لهم هنا بس لسه طالع من الفرن فسخن مش قادره اطلعه، سيبيه يرتاح شويه عشان تطلعيه. بألف هنا وشفا على قلبهم. السميد تحفه والمقادير زي مظبوطه بالظبط زي ما قلت لكم. يا رب الفيديو يعجبكم، وكمان السميد بتاعي كمان يعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى اللايكات تزيد والمشاهدات تزيد. دعوه حلوه من قلبكم، ربنا يجعل لكم بالمثل ان شاء رب العباد، اضعاف اضعاف باذن الله. ربنا يملى بيوتكم بركه وخير وستر وصحه ورضا من عند الله، بيوتنا وبيوت المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم على كل طيب وكل خير. يا رب الحلقه تعجبكم. سلام.